سنة 1957 من الميلاد أنتجت السينما المصرية فيلما شهيرا اسمه ابن حميدو من بطولة الممثل الكوميدي المصري الشهير إسماعيل ياسين. لكن ابن حميدو الذي تعرفه الأمة والذي استطاع أن يضحكها وأن يعيد للأمة مجدها هو بحارة عثماني شهير استطاع أن يكسب للأمة مجدا عظيما. فمن هو ابن حميدو القبطان البحري؟ محمد بن علي الشهير بابن حميدو الجزائري، ولد في حي القصبة في الجزائر في حدود سنة 1770 وقيل سنة 1373 من الميلاد في أسرة بسيطة. كان أبوه خياطا بسيطا، ولكن طموح ابن حميدو كان أكبر من ذلك. كان أبوه يريد منه أن يكون خياطا مثله، لكنه كان يطلع على تلك القوات العثمانية التي كانت تجوب البحار، لا سيما في ذلك الوقت كانت الجزائر وغيرها من الدول المجاورة تعيش نشوة الانتصارات التي حققها البحارة الشهير خير الدين بربروسا رحمه الله تعالى. فمحمد بن علي بن حميدو كان يريد أن يكون رئيسا بحريا مثل هذا الرجل، وفعلا دخل في بعض القوات البحرية العثمانية التي كانت موجودة في الجزائر، وبدأ يترقى في هذه القوة البحرية حتى صار ضابطا من أشهر الضباط البحريين للدولة العثمانية في الجزائر، وعمره لم يتجاوز 25 سنة. كان صعود بن حميدو وتسييده على إمارة البحرية الجزائرية يتوافق مع قيام الثورة الفرنسية ومجيء نابليون للحكم، وما أعقبه من فوضى عارمة في أوروبا تمكن خلالها ابن حميدو من انتهاز هذه الفرصة لتقوية الأسطول الجزائري. أمريكا في منتصف القرن الثامن عشر لم تكن قوة مهيمنة على العالم كما هو اليوم، لكن كانت لديها بعض المراكب البحرية التي كانت تجوب بعض البحار، ومنها المياه الإقليمية الجزائرية التي كانت خاضعة للدولة العثمانية. هذا الأمر لم يكن يفرح بن حميدو، بل كان يعده تهديدا للجزائر، فاستطاع أن يستولي على 11 سفينة لأمريكا. حاولت أمريكا أن تسترد هذه السفن، لم تستطع، ولذلك أخضعها ابن حميدو لمعاهدة في 5 سبتمبر سنة 1795 تدفع بموجبها أمريكا 62 ألف دولار أمريكي على أن تمر بالمياه الإقليمية للجزائر. وكانت هذه المعاهدة مكتوبة باللغة العثمانية القديمة. لما جاء الرئيس جيفرسون إلى الحكم رفض دفع الضريبة المقررة لابن حميدو، فقد قامت البحرية الجزائرية بالرد والاستيلاء على السفن الأمريكية العابرة للبحر المتوسط، ولذلك أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية قطعا بحرية إلى البحر المتوسط لأجل الانتقام للهجمات التي تعرضت لها سفنها في سنة 1812. منذ المعاهدة بين ابن حميدو وأمريكا في سنة 1795، وأمريكا تعد نفسها ذليلة لابن حميدو الذي استطاع أن يفرض على مراكبها البحرية أن تكون تابعة لكل الشروط التي تضعها القوة العثمانية في ذلك الوقت، حتى جاءت في سنة 1815 وقامت أمريكا بالتعاون مع البرتغال بتشكيل قوة بحرية موحدة، وهاجموا المراكب البحرية الجزائرية العثمانية برئاسة محمد علي ابن حميدو حتى استطاعوا أن يقتلوه عن طريق رمي مراكبه البحرية بالمدفع. فقتل ابن حميدو رحمه الله تعالى في هذه السنة، في سنة 1815، بعد أن شكل أسطورة تاريخية كبيرة اسمها القبطان البحري العثماني المسلم ابن حميدو. هذا أنموذج من نماذج هذه الأمة الذين ضربوا أروع القصص وأجمل المواقف وحازوا قصب السبق في الميادين المختلفة. وخلال تأليفي لكتاب صناع التاريخ خلال 3 قرون، وجدت أن كثيرا من رجال هذه الأمة في القرون الأخيرة استطاعوا أن يكونوا كالأولين تماما في كثير من الميادين، لكننا بحاجة إلى قراءة سيرهم والسير على منهاجهم.